السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. كيفكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله رح نعمل معنا وصفة معجنات، طبعا بعجينة قطنية هشة، سهلة جدا للمبتدئين. طبعا هون حطينا كوبين حليب سائل، لو ما عندك حليب سائل عادي كاسة مي وعليها معلقتين حليب بودرة. وعندي هون نص كاسة زيت نباتي، معلقتين كبار ممسوحة خميرة، وعندي هون معلقة ونص سكر طبعا كبيرة. عندي هون بيضتين أخذت منهم البياض رح أحطه بالعجين، والصفار رح أدهن فيه الوجه بعدين. وبنحتاج كمان 5 أكواب دقيق، معاهم حنحط معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وطبعا ما ننسى معلقة الملح. طبعا صبايا هاي الوصفة بناء على طلب حبيبتنا إسراء، هاي تعليقها موجود، إن شاء الله تعجبها يا ربي. طبعا لازم ينعجن كتير منيح. العجينة كل ما عجنتيها أكتر رح تكون أفضل وهشة أكتر وأطرى. طبعا العجينة هنا لازم تكون طرية، ما تكون شادة كتير بالطحين، بس كمان بنفس الوقت ما تلزق بإيديكي. هلأ رح أخمرها لمدة ساعتين، أقل شي بتقدر تخمريها ساعة. هلأ الحشوة راجع إلك شو بدك تحشي، أنت حرة. أنا هون عندي لحمة مفرومة، حطيت حبة بندورة وحبة بصل، فرمتهم على مفرمة البصل، نعمتهم كتير منيح. وعندي هون معلقة صغيرة من الماجي البودرة، وعندي فلفل أسود، وطبعا الملح، وحطيت معلقتين طحينية. بخلطهم كتير سوا. وعندي هون كمان حشوة تانية من الجبنة، حطيت جبنة عكاوية وحطيت جبنة موزاريلا، وحطيت هيك يعني معلقة صغيرة من حبة البركة، وحطيت شوية بقدونس. هون العجين بعد ما خمر ما شاء الله، العجين كتير طرية وعن جد بتجنن كانت. رح أقطعها، قطعيها حسب الحجم اللي انت بدك اياه، حجم يعني حجم المعجنات، قطع المعجنات. طبعا هون رح أغطيها وأتركها ترتاح كمان 5 دقايق، علشان كل ما ارتاحت العجينة بتمد معك أحسن. هلأ رح أفرد. تشكيل بسيط، أنا شكلتهم بهذا الشكل، طبعا أنت بتقدر تشكليهم بالشكل اللي أنت بتحبيه. بس صبايا لا تخلوا العجينة، يعني لما تفرديها خليها تكون رقيقة شوية، مش كتير رقيقة ولا كتير خميرة، لأنها حترجع برضو تخمر، وبالفرن كمان حيزيد ويتضاعف حجمها، فلا عشان ما تكون كلها عجين يعني. بالنسبة للحشوات بتقدر تحط جبنة بيضة، جبنة عكاوية، جبنة موزاريلا لحال، جبنة صفراء شيدر، جبنة سائلة كمان نكهتها كتير طيبة. بتقدر تحطي سبانخ، وفي زعتر كمان، الزعتر الأخضر كمان، معجنات الزعتر الأخضر كتير طيبة. أنا عندي هون كمان طريقة تانية للتشكيل، عندي هذا القالب بنباع في كافة محلات الكماليات، يعني بتيجي علبة فيها مقاسات مختلفة. أنا اخترت هون المقاس الكبير منها، ومقاسه مش كتير كبير يعني. وسهل بنجز معك أسرع لو بدك تعملي وكنت مستعجلة يعني، وشكله لطيف كمان.
هون عند الدهن الوجه أنا جبت صفار البيض اللي تركته بالأول، حطيت عليه معلقتين حليب ومعلقة معلقة خل أبيض، طبعا الخل علشان زفارة البيضة. وعلى الوجه رح أرش سمسم، إذا بتحبي ترشي كمان حبة البركة كمان بزبط. رح أدخلهم على الفرن طبعا في الرف الوسطاني. طبعا درجة الحرارة حتكون 200. أنا هون قعدوا في الفرن تقريبا 15 دقيقة، وطلعوا ما شاء الله بجننوا. وآخر ما يعني بعد 15 دقيقة شغلت الشواية وبس حمرت الوجه شوية. الطعم صبايا خيال ما شاء الله، كتير طيبة، بالأخص تبعت الجبنة كتير طلعت طيبة. إن شاء الله يكونوا عجبوكم، وإن شاء الله أكون أديت الطريقة بأبسط ما يكون. طبعا ما تنسوني باللايك والشير والسبسكرايب، وصبايا ادعموني بالكومنتات كمان. أنا هيك أنهيت الوصفة تبعتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى سبسكرايب واللايك.